هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة؟ ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء الخير والهنا، معاكم مونيكا ميشيل، وجه وقت نعرف حل الطبق البايت معنا من امبارح، والحل هو أغنية يا بتاع النعناع لمصطفى حجاج. ودلوقتي هنلعب سوا بفزورة جديدة بأكلة فعلا لذيذة. ويلا نكشف طبق النهاردة اللي مخبلنا أكلة مفنونة. حاجة ساقعة تضحك في وش الحر، تسيح في البق وتنسيك أي مر. في فيلم مع دياب المشوار بعيد، بين بحر وهوا وشارع جديد. 3 كلمات في النص باين، لو لقطت الطعم والمكان تعرف الاسم من غير ولا لف ولا دوران. وحالا هنسيب الفزورة المفنونة ونعرف عن الأكلة معلومة. كانت بتتاكل في شكل محدد، يا طبق يا كوباية. بس لو رجعت معايا لسنة 1904 ورحنا على فين؟ رحنا أمريكا، في معرض سانت لويس. بنتمشى أنا وإنت كده، هتشوف واحد بيبيعها على العربية، وأول لما أطباقه الورق كلها خلصت معرفش يبيع حاجة، فراح واحد بياع جنبه بيبيع بسكوت في شكل مربعات كده. قالك ما بدهاش بقى، أروح أساعده. فراح عمل من البسكوت حاجة شبه الكوباية كده يتحط فيها الأكلة دي، وفعلا نجح وخلاه يبيع من تاني. ودي لعبة الصدفة اللي خلقت شكل مشهور ومميز جدا بنستخدمه النهاردة للأكلة دي. ها، وصلت لحل الفزورة؟ طيب قدرت تخمن شوية ايه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. وهنا خلاص شبعنا وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى بكرة في نفس الوقت 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة هنلعب بيها سوا من فوازير أكلة مفنونة بالفن. معجونة حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.